السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في فيديو جديد في قناتكم قناة عيشي حياتي. النهاردة يا بنات جايبه لكم فيديو فظيع جدا. جايبه لكم أرخص محل أو معرض أدوات منزلية في مصر، وحاجات وخامات عالية جدا. والله يا بنات أيام ما كنا بنجهز أختي يا ريتنا فعلا عرفنا المكان ده. قبل ما أبدأ في الجولة عايزة أقول لكم المكان زي ما انتم شايفين. وانتي نازلة كده في القاهرة في العباسية، وانتي نازلة من شارع مسجد الرحمن الرحيم كده. هتلاقي على يمينك تويوتا، وبعدين ده مسجد خلف اللي هو مستشفى الزهراء الجامعي، زي ما انا جايبه كده بالظبط. ده كده وصف المكان اللي في العباسيه. المصنع ده يا بنات اسمه مصنع 6 اكتوبر. ليه 3 فروع في القاهره، فرع في الهرم وفرع في العباسيه وفرع في الدروسه. انا النهارده واخداكم في جوله جوه فرع العباسيه. المعرض ده يا بنات العروسه بتدخل تتجهز فيه من الابره للصاروخ. اكتر شهر في السنة عامل فيه عروض المعرض ده او المول ده بيكون في شهر 3 اللي هو شهر عيد الام. عامل بقى شوية عروض يا بنات، غير ان الخامات بقى والحاجات اللي هتدخلي فعلا هتاخدي كل حاجة: مفروشات، اجهزة، المونيا، بايركس، تيفال، حلل، كل حاجة، بلاستيكات. البيت بالكامل هتتجهزي سواء كنت عروس او عايزة تجهزي من جوه المحل ده. تمام. انا كده الاول دخلت على قسم الالومنيوم والستانلس. زي ما انتوا شايفين العروض كان الطقم دوت ب1500 بعد التخفيض، وفي القطعة اللي هو بادئة من مقاس 26 كان ب1700. تمام. هنا بقى قسم الألمونيا، في حلل فندقية زي كده، وحلل اللي هي البامب. كان الطقم الست حلل ألمونيا نظيفة، طبعا كلنا عارفين ألمونيا المصانع، كان نازل عليه تخفيض من 1200 ل 745. ألمونيا لا يعلى عليها. وكمان كان الطقم اللي هو 8 حلل كان ب1200 جنيه بعد تقريبا 1900. تمام. طيب في سؤال دلوقتي حد هيسأل: طب هل في عندهم حلل فرداني؟ ايوه عندهم، ممكن تشتري حلل فرداني عادي جدا، ولكن السعر بتاعها طبعا لو خدتيها جوه الطقم بيكون عليها عرض اقوى. يعني العرض وتخفيض الاسعار بيكون على الاطقم. تمام يا بنات. ده بقى قسم الألمونيا كله. وطبعا اكيد انا جايبه حاجات وجايبه مشتريات هعرضها لكم ان شاء الله باذن الله بالتفصيل في فيديو تاني. هتشوفوا معايا الحاجات اللي انا جايباها واستخدمتها كمان وايه رأيي فيها. زي ما احنا شايفين كده يا بنات عروض الألمونيا. طبعا ما فيش بيت بيقدر يستغنى عن الألمونيا، كلنا بنحتاج الألمونيا مهما طلع جرانيت، سيراميك، الحلة دي كلنا برضو بنحتاج في بيتنا للألمونيا. طبعا زي ما احنا شايفين برضو تشكيلة الحلل دي جميلة جدا وبأسعار خيالية غير بره خالص. مهما بعدت مسافتك او كنت من بره القاهرة او جوه القاهرة، المشوار فعلا يستاهل يا بنات. ممكن يكون الوصف بتاع الفيديو مش قادرة اوصف لكم بالظبط الخامات او الاسعار او الستايلات، لكن انتوا زوروا المعرض بنفسكم. ما شاء الله لا قوة الا بالله. مصانع 6 اكتوبر غنية للتعريف. حتى دايما بنسمع كده ان دي حاجة مصانع يعني خامات مصانع ومعروفة وغنية عن التعريف. كان ديت اللي هي اللبانة جرانيت تركي، كان عليها عرض برضو زي ما انتوا شايفين. عروض كتيرة جدا، يعني انا من كتر العروض مش عارفة اقول لكم في عروض على ايه ولا ايه. غير ان هو كان المعرض كل شوية كل 10 دقايق كده بيطلع لك عرض على حاجة معينة. تمام. كان يقول لك مثلا دلوقتي ولمدة 10 دقايق في عرض مثلا على الحلة دي او على الصينية دي او على القالب ده او على اي حاجة كأيا كانت، لمدة 10 دقايق بتنزل نص التمن. يعني بيروحوا كده عاملين تجمع كل شوية ويقولوا مثلا الحاجة دي لمدة 10 دقايق سعرها نازل من كذا لكذا. خلال 10 دقايق دول تاخد العرض. كل شوية طول ما انتي موجودة في المول بتسمعي عروض بقى مغرية جدا. والخامات مش مثلا بيعملوا على حاجات خاماتها قليلة، لا ده حاجات كويسة جدا. وده قسم الصيني طبعا بكل موديلاته. اي عروسة هتدخل هناك يا بنات ما اعتقدش ان في حاجة هتفوتها، كل حاجة هتحتاجها هتلاقيها. ربات البيوت اللي بيجهزوا احنا داخلين على رمضان، كل سنة وانتم طيبين، عيد الام، كل حاجة ديت كده. طواجن بايركس كانت سعرها جميل جدا، مش عارفة كانت ب29 جنيه، حاجة يعني لا تذكر. دي مجات برضو حرارية بس كانت حلوة قوي وعليها برضو عروض في الازاز وفي المجات وفي مش عارفة اقول لكم حاجات كتيرة جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. انا كان نفسي اعمل لكم الجولة وانا
موجودة وبتكلم معاكم ودايركت، ولكن كان في بقى دوشة جامد، كان في ناس كتير جدا في المعرض ما شاء الله يعني. دي الاطباق الالوان بقى اللي هي البورسلين والحاجات دي حلوة خالص. حاجات التركي برضو ما نسيوهاش، التركي برضو هناك، وحاجات يعني سعرها حلو. انا جبت شوية حاجات برضو من هناك، هبقى اوريها لكم في فيديو المشتريات بالاسعار، يعني اسعارها اقل من بره بكتير. وبرضو هنا الهلمونيات اللي رجعت له صراحة كنت منبهرة جدا جدا بالاسعار وبالخامات بتاعته، عارفة بقى يعني، والطواجن بقى والحاجات دي، والحاجات فعلا اللي بيحتاجها كل بيت يعني. تمام يا بنات، زي ما انتوا كده شايفين معايا. كسرولات كل حاجة، في أجهزة، في طبعا بلاستيكات والحاجات اللي أي بيت بيحتاجها على طول للتغيير والتجديد، أطقم بهارات. تمام زي كده. في حاجات طبعا مهما الواحد يوصفلك بتحسي ان انت محتاجة ان انت تنزلي وتشوفي بنفسك. ده برضو أطقم الصيني من الناحية التانية. كنت بحاول ان انا اصور على قد ما اقدر، انا لو قعدت اصور المول كله هياخد مني ساعات، ولكن بعرض لكم كده ابرز الحاجات اللي فيه وبديكوا خلفية عنه. كتير من الناس بيحاولوا يدوروا على خامات كويسة في الوقت اللي احنا فيه ده، واسعار في نفس الوقت تكون رخيصة. لو عايزة حاجة بنفس المميزات اللي بقولك عليها دي، تروحي مكان زي ده. زي ما قلتلك الفرع ده في العباسية، وفي فرع في الهرم، وفي فرع في الدراسة. الفرع بتاع العباسية زي في اول فيديو فوصفتلك عنوانه بالظبط. بيبيعوا توصيل او للبيت؟ لا طبعا، هو المول فاتح وتروحي تجيبي براحتك اللي انت عايزاه. تمام. العروض بقى هناك مغرية جدا جدا، كل شوية ينزل عروض، كل 10 دقايق عروض. في قسم مفروشات طبعا في الدور التاني، هبقى اجيب لكم لمحة كده بسيطة عنه، جبت منه حاجات برضو هعرضها لكم ان شاء الله باذن الله في المشتريات، هتشوفوها معايا. ودلوقتي كده بعد ما خلصنا قسم الصيني بقى بكل موديلاته، في برضو يعني قسم غير عادي كبير جدا للكوبايات والكاسات والازاز كله. عفوا. طبعا لو فتحت كل كرتونه وريتكم الاسعار والخامات، حاجات تجنن صراحه، بس ما كانش في وقت يسعفني ان انا اوريكم بالتفصيل، ولكن انا بعرض لكم كميه الموديلات والخامات اللي موجوده هناك في المعرض. طبعا قسم البلاستيكات اي ست بتتجنن عليه، ده بقى التربوهات الصغيره، المنظمات التسريحه لاوض الاطفال، حاجات برضو بس خامات عاليه جدا، واسعار في نفس الوقت صراحه ما تصدقيهاش، اسعار مخفضه جدا. طبعا ده قسم البلاستيكات. سريعا كده كل الحاجات بقى الكماليات بتاعه المطبخ والتجديدات والمنظمات التركي موجوده هناك يا بنات. تخيلوا المنظم بكام، هعرضه لكم في المشتريات. المنظم التركي اللي بيتباع بره ب20 جنيه وب17 ونص، عندهم ب10 جنيه بس، وانا جبت منه، هبقى اوريه لكم ان شاء الله باذن الله في المشتريات. دي اطقم كده قهوه وحاجات برضو للعرايس وللتجديدات برضو جميله. دي قسم المفروشات، بديكوا كده لمحه بسيطه عنه. جبت من هناك يا بنات حافظات للمراتب، مش هتصدقوا سعرها، خلاها مفاجاه في فيديو المشتريات اللي هنزله. حافظات المراتب اللي دايما انا كنت جايبه منها وعامله في اوضه الاطفال، جبت منها للسراير الكبيره والسرير التاني اللي عندي في البيت بسعر لا يصدق. هوريها لكم ان شاء الله باذن الله في الفيديو بتاع المشتريات معاكم. والفوط هنا بكل احجامها واسعارها برضو. قسم المفروشات جميل، والملايات بتتباع في ملايات ب50 و55 و100، اسعار خرافيه. فوط المطبخ، فوط التنشيف فرداني، بشاكير. دي كده المنظمات اللي جبت منها اللي هي اصل الحافظات. اسعار خيال صراحه، يعني اي عروسه هتدخل هناك هتطلع يعني جايبه حاجه نظيفه وشيك، وفي نفس الوقت ان شاء الله باذن الله هتكون رخيصه. ده كده قسم المفروشات، لمحه كده بسيطه منه. اي عروسه بتحب تدخل مكان بتحب تروح تجيب حاجتها مره واحده او تلف، عشان ما يكونش مرهق تختار كده من مكان واحد، وده انسب مكان من الاماكن المناسبه جدا. قبل كده عملت لكم جوله في اسواق الشريف، برضو كان حلو، خامات قيمه. وده برضو بس انا يعني من وجهة نظري المكان ده ارخص بكتير جدا من اسواق الشريف، جدا جدا جدا، وشامل يعني، في اشمل كمان من اسواق الشريف. بكده يا بنات تكون الجولة بتاعتي انتهت النهاردة، وريتكم ارخص
مصنع ادوات منزليه انا شفته، لاني في الفتره الاخيره لفيت كتير جدا لما كنا بنجهز لاختي. فعلا المكان ده رخيص جدا، خامات عاليه، هتدخلي هتلفي في مكان واحد من غير ما تتبهدلي وتروحي كذا مكان، هتجيبي حاجتك كلها من مكان واحد. الحقي شهر العروض، هو شهر 3 ده عامل عروض جبارة، عامل عروض كل 10 دقايق، يعني كل جوه المعرض نفسه. برضو بكده تكون الجولة بتاعتي انتهت. ما تنسوش تدعمونا باللايك يا بنات، وشيروا الفيديو عشان ينتشر، عشان غيرك ينتفع بيه ان شاء الله بإذن الله. كنت معاكم بعد غياب كده شوية عن القناة بالجولة دي، وانتظروني ان شاء الله بإذن الله في فيديو المشتريات القادم. هعرض لكم كل الحاجات اللي انا اشتريتها من المول ده. في حاجات ما يعني مش جبتها في الجولة، بس انا اشتريتها هوريها لكم، هتعجبكم جدا بالاسعار، وهقول لكم رأيي فيها كمان بعد الاستخدام. تمام يا بنات؟ بس كده يكون الجولة بتاعتي انتهت. اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.